الرحيم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة وكل حاجة كويسة. النهاردة عندنا حاجات كتير: صفقة الأهلي أحمد رضا، ماتش الأهلي وبيراميدز، صفقة بن شرقي، صفقة ديريك. عندنا كلام في حاجات كتير. يا رب قبل أي حاجة كلنا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ويا رب الحلقة تكون هتعجبكم إن شاء الله. واللي مش مشترك في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ويدوس لايك. صوتي رايح شوية وفي ناس بتكسر فوق، فمعلش هنستحمل بعضنا الحلقة دي. امبارح كان ماتش الاهلي وبيراميدز، ما عرفتش اصور حلقه بعد الماتش لاني كنت في الاستاد. الاجواء كانت جامده جدا. رجعت صوتي رايح وكنت تعبان جدا محتاج انام. نمت ما لسه صاحي من شويه، فيعني الموضوع كان صعب بصراحه. بس بصراحه كانت الاجواء حلوه، والجمهور انا ما كنتش متخيل ان انا الاقي الجمهور ده كله في الاستاد. والدخله اللي اتعملت وكل حاجه كل حاجه امبارح كانت بصراحه حلوه. فعايزين نتكلم عن كل حاجه بالتفصيل. الاهلي امبارح اتعادل مع بيراميدز، بس قبل ما اتكلم عن تعادل الاهلي، الجمهور عمل يعني دخله حلوه: بعودة روحك وعزيمتك عليك باسترجاع هويتك، روح الاهلي الاسطوره. آه، دخله كويسه. الجلاد اتعمل كويس المره دي، تمام. الناس دي احنا انتقدناهم كتير، قسما بربي انا ما اعرف حد فيهم، بس انا امبارح شفت حاجات لازم اتكلم عنها. في جمهور بيروح مش مقتنع بالناس اللي ماسكه المدرج، او مش عايز، يعني الجلاد بيقطعوه يرموه، مش عايزين يرفعوا جلاد، مش عايزين يقوموا يشجعوا. عايزين يقول لك ده عيل صغير، ازاي عيل صغير يمشي كلمته عليا؟ لا، انت مش عايز تروح تشجع ما تروحش. يعني انت ممكن ما تروحش عادي، انت رايح تقعد في التالتة شمال عشان تشجع. الناس دي حتى لو اللي هم بيعملوه مش عاجبك او سنهم صغير، انت لازم تساعدهم. ما هو انت لما انت تقول لا، او ده يقول لا، او ده يقول لا، او ده ما يعملش، ده ما يسويش، فالحاجه بتطلع شكلها وحش، فبيطلع شكل مدرج الاهلي وحش كله، تمام. فما ينفعش. فانت عايز تروح التالتة شمال. الناس قسما بالله تعبوا تعب قدام عيني، انا ما اعرفش ورب العزه ما اعرف حد فيهم، بس الناس عماله تلف على كرسي كرسي: الجلاد وراك، هتعملوا كذا، مش عارف ايه الحكايه بين الشوطين، لازم نشجع صوتنا اللي هيجيب الجون، مش عارف. الناس عاملين زي النحل في المدرجات، تمام. تتفق تختلف معاهم مش قصتي، بس انا بتكلم في حته واحده ان الناس بتتعب. اللي بيعملوه صح، مش عاجبك، بس احنا بنتكلم الناس بتتعب. نحاول بقى لما احنا نروح نساند الناس ديت، نقف معاهم. فاهم؟ والله بدل ما انت تقول ده عيل صغير يمشي كلمته عليا ازاي، ده انا اكبر منه سنا، ده انا مش عارف ايه. شوفهم وانزل اعمل معاهم، يعني شوف ايه اللي ناقصهم وانت تعرف فيه وانزل اتعامل معاهم. فاهم؟ انا ما اتعاملتش مع حد، انا رحت قعدت على الكرسي بتاعي. تعمل كذا تمام، تعمل كذا. الجلاد اهو بتاع امبارح، الجلاد اللي انا كنت ماسكه امبارح اهوت، تمام. ف فاللي هو هتروح المدرج، انت رايح تشجع النادي الاهلي، مالكش دعوه بالاشخاص اللي موجوده في المدرج. اسمع الكلام عشان شكل مدرج الاهلي يطلع حلو، مش هتسمع الكلام عشان اللي بيقول لك ده اصغر منك ولا اكبر منك ولا. سيبك من اي تفاصيل، انت عشان شكل مدرج الاهلي يطلع حلو بس، مش اكتر. ودي كانت حاجه صغيره كده انا حابب اوصلها: ان اللي يروح المدرج يبقى رايح يشجع، مش رايح يتفرج على ماتش كوره. اللي رايح المدرج يسمع الناس اللي هناك عاملين بقى دخله، عاملين تيفو، اللي عاملينه، انت تسمع الكلام بتاع الناس اللي هناك عشان شكل مدرج الاهلي يطلع حلو. بس ده كنت عايز اتكلم في النقطه دي. اول ربع ساعه عدت من الماتش، الاهلي شكله حلو وضاغط والدنيا حلوه. بس تشكيل الماتش اصلا كان غريب بالنسبه لي. يعني تشكيل الماتش، انا لما شفنا التشكيل الموضوع كان غريب جدا بالنسبه لي. كولر، احنا بقالي فتره بقول محدش يلومه، بس في التشكيل بتاع امبارح لا، عليك لوم كبير. يعني في الشوط الاولاني يعني بالاخص في الشوط الاولاني في لوم كبير على كولر في التشكيل اللي بدأ بيه الماتش. انت بتلعب حرفيا، احنا كنا قاعدين بنتفرج على الماتش، ما لناش اي حاجه هجوميه غير في اول دقيقتين كده هجمتين، والموضوع انتهى. بقيه ال 45 دقيقه انت بتدافع، وبتدافع غلط، تمام. بس هنتكلم واحده واحده. اول 15 دقيقه الاهلي كان شكله حلو في الملعب. بعد كده عرضيه من محمد حمدي. بص بيراميدز كان باين الهجمه ازاي من عند الجون. الكرة بدأت بضغط لكريم نيدفيد على احمد الشناوي، ضغط غلط. احنا بنضغط غلط في الملعب حرفيا. آه، خرجوا بالكرة واحدة واحدة، الكرة راحت لمحمد حمدي عمل عرضية، ولا الشناوي خرج ولا رامي ربيعة طلع صح. يعني ولا الشناوي خرج مسك الكرة وخلص الدنيا، ولا رامي ربيعة جه طلع الكرة صح. تفهمش ليه؟ يعني انت بتفهمش ليه؟ رامي ربيعة ليه؟ الشناوي ليه؟ ما تفهمش ليه؟ يعني رامي ربيعة انت خلاص، والله خلاص. انت قلت اللي مش عاجبه ادائي ما يتفرجش عليا. طب ما تمشي انت يا عم، احنا عايزين نتفرج على النادي الاهلي. ما تمشي انت يا عم وما تتعبناش. ما شفتش كده في الدنيا، والله ما شفت كده في الدنيا. يعني انت مدافع ولا بتعرف تدافع، تمركزاتك كلها غلط. الشوط التاني بقى الالتحامات بتاعته قويه شويه، بس برضو انا مش التوتال كله مش عاجبني.
دقيقة 41 طرد مستحق لأحمد توفيق. في ناس هتيجي بقى المحنكين، واحد بدماغ مربعة براس مربعة كده يقول لك ايه طرد ليه يا عم ومش طرد ليه. بص يا حبيبي، انا مبدئيا وانا في الملعب انا ما شفتهاش، يعني انا ما شفتهاش خالص. اما رجعت بقى وشفت الملخص شفت الكورة. احمد توفيق بص ركز ركز في الحتة دي هي دي التفصيلة اللي فيها الطرد. احمد توفيق ما كانش بيجري جنب كريم الدبيس وحجز مثلا بايده، لا، الكرة قدامهم، كريم الدبيس بيجري على الكرة، احمد توفيق بعد ما كان بيجري على الكرة راح واقف خطوة وراح راجع لكريم الدبيس اللي هو بيمنعه عشان صاحبه في الفرقة كان مش فاكر مين في بيراميدز ياخد الكرة. بس فقط لا غير، هو ما لعبش على الكرة خالص، هو لعب على جسم اللاعب، هو متعمد الإيذاء، فعشان كده تبقى طرد. الكلام ده لو هو بيجري ورايح في يعني هيلعب الكرة مع كريم الدبيس ومش عارف ايه وحط ايده هتتحسب فاول وانذار وخلاص. لكن هو ساب الكرة اصلا وما اتحركش على الكرة، بعد ما كان بيتحرك على الكرة لقى صاحبه قرب راح هو رايح عشان يبعد كريم الدبيس، لعب على جسم كريم الدبيس وبكوعه في وشه، وطرد انا شايفه مستحق. انت شايفه مش مستحق براحتك. شوط اول انا شفت من مكاني وانا واقف في التالتة شمال، انا شايف بصراحة هم ثلاثة اللي كانوا ظاهرين بشكل كويس قوي 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 في الاهلي. محمد هاني، الناس اللي بتقول محمد هاني حرفيا يا جدعان كان عامل ماتش على ابراهيم عادل. انا مش عارف انتوا شفتوا الكلام ده ولا لا، بس انا شايفه محمد هاني قسما بالله كان جامد قوي 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 الماتش ده، وبالذات في الشوط الاولاني. مصطفى العش لاعب هايل جدا، هايل بطريقه، لاعب قوي، بيعرف تحت ضغط يعرف يطلع الكوره لا لعيب محترم. انا كنت شايفه هو ومروان عطيه ومحمد هاني الثلاث لعيبه دول هم كانوا نجوم الشوط الاولاني من النادي الاهلي بصراحه. الثلاث لعيبه دول كانوا كويسين جدا، محمد هاني والعش ومروان عطيه. ده بالنسبه للشوط الاولاني. بدانا الشوط الثاني والواحد على امل ان في حاجه تتغير، على امل ان شكل الاهلي يتغير. نزل عمر كمال ونزل ديشا، خليه ديشا عشان اسمه صعب، خليه ديشا زي ما هم قالوا. نزلوا الشوط الثاني في اوله، فقلنا الواحد خلاص الاهلي شكله هيتغير شويه، بقى فيه مهاجم، بقى فيه مش عارف ايه. عكس كل التوقعات، ضربه جزاء لبيراميدز لما شفتها في الاعاده فيها وعليها، بس مش هنختلف كتير، ضربه جزاء اتحسبت على الاهلي، مصطفى فتحي جابها، بقت النتيجه 2-0. الطرد بتاع احمد توفيق غير شكل الماتش شويه، بس انت برضو في عز ما انت خلاص بتقول انا هجيب، يجي فيك الجول التاني، فالموضوع كان صعب جدا. كان نقطة يعني علامة الاستفهام بتاعت انا، ليه كولر سايب كريم نيدفيد في الملعب؟ يعني ليه كولر سايب كريم طلع العش اللي كان كويس جدا تمام ونزل عمر كمال عبد الواحد، طلع اكرم ونزل ديشا المهاجم، ليه بقى نيدفيد انت سايبه في الملعب لحد دلوقتي؟ مفيش تفسير عندي، يعني انا مش عارف افسر الموضوع. ورب العزه انا وانا مش بتفرج عليه كريم نيدفيد بينقي المكان اللي هو فاضي اللي هو ما فيهوش حد، انا اروح اقف فيه لوحدي، ملهوش اي دور في الملعب، ولا اي دور في الملعب، ولا بيضغط صح ولا بيباصي صح، وعمال يتزحلق كل شويه، ملهوش دور في الملعب. انت قاعد في الاهلي لحد دلوقتي ليه؟ وانت قاعد في الاهلي كولر بيلعبك ليه؟ بتعمل ايه في التمرين عشان الراجل ده يلعبك؟ حاجه برضو غريبه ومش مفهومه بالنسبه لي. اكرم توفيق دماغك ما بقتش معانا خلاص. انا مش زي الناس اللي اطلع اقول لك انت لاعب مش كويس، لا انت لاعب كويس وامكانياتك كويسه، بس دماغك راحت في حته تانية خالص، ما بقتش معانا مع النادي الاهلي. فاتمنى ان خلاص بقى ما نستناش لشهر 6، مشي خلاص، مشي اللعيبه اللي خلاص اللي هي مش عايزه تلعب، مشي تمام. بعد كده جول اول للاهلي على طول بعد الجون بتاع مصطفى فتحي اللي بتاع ضربه الجزاء، رامي ربيعه جاب جون من عرضيه ممتازه من حسين الشحات، حلوه من حسين الشحات، رأسيه حلوه من رامي ربيعه حطها اللي هي تعمل بند في الارض عشان يضمنها جون، عشان الشناوي ما يعرفش يجيبها، حلوه. بعديها على طول جون تاني عرضيه من الشحات، عمر كمال يردها بدماغه للمهاجم يروح اللي هو اسمه جاردشيار، يروح حاططها بشماله، الجون التاني الاهلي، وبقينا 2-2. وبقيت شايف الاهلي احسن، وبالذات بقى الدقيقه 72 خرج نيدفيد ونزل قفشه، بقى شكلنا احسن وجالنا فاول وقفشه حطه جنب الجون. مش عايز اطول عليكم في الحته دي، بس يعني الاهلي كان شكله كويس تمام. الشوط الثاني الاهلي عمل شوط ثاني كويس جدا جدا جدا، واللي ساعده على كده تغييرات كولر مع الطرد بتاع احمد توفيق اللي كان في الشوط الاولاني. فالاهلي كان شكله حلو قوي في الشوط الثاني بصراحه. نزل قفشه وخرج نيدفيد، قفشه حط فاول حلو قوي واللعب بقى كويس. جالنا ضربه جزاء انا شايفها ضربه جزاء، المهاجم الجديد اتنطح في دماغه، اللاعب ما لعبش على الكوره اصلا، هو مديله بالدماغ حرفيا،
عارف انت لما تخش خناقه تدي واحد بالروسيه، هو اداله بالروسيه، ما لهاش علاقه بالكوره خالص، ما لمس الكوره ولا كان بيلعب على الكوره ولا ليه اي علاقه. ضربه جزاء دخل امام عاشور، مش عارف ليه، يعني مش عارف ليه والله. واحنا بنتفرج قلنا يا رب ما يعملهاش زي الماتش اللي فات، يحطها جامد، يحطها جامد في اي زاويه جون، يعني جامد في اي زاويه جون. لكن بلاش دي، بلاش دي، جت في العارضه ورامي ربيعه كمل عليها طلعت بره. بس الحمد لله انا شخصيا انا مرضي بالتعادل. هو انا عيب ان انا اقول حاجه زي كده، بس فعلا انا بالسكواد اللي معايا، بالمنظر اللي انا فيه بقالي فتره، انا مرضي بالتعادل. انا شايف التعادل ده اللي جابه مش كولر ولا اللعيبه، انا شايف التعادل ده، انتوا لو كنتوا شفتوا الجمهور في الاستاد عامل ازاي، لا التعادل ده اللي جابه الجمهور، وكنا نقدر نكسب، كنا نقدر نكسب ماتش زي ده امام، وكانت سهله. بس الامام تلتمس له العذر، بقاله فتره شايل الفرقه، فاكيد بدني هو مش واقف على رجله ان هو فالحمد لله، الحمد لله. تعادل خلى لسه الدوري في الملعب، لكن لو بيراميدز لا قدر الله كان كسب، كان هيبقى فرق 4 نقط، الموضوع كان هيتصعب عليك. فانت دلوقتي لا، التعادل ده خلى لسه فرق النقطه، لسه الدوري في الملعب. وصلت رسائل زي ما كنت قلت لكم في الفيديو اللي فات، ان انا وانا وحش انت مش عارف تكسبني، فانت مش هتعرف تكسبني تاني. لبيراميدز انت وصلت رساله ليهم ان انا وانا واقع انت مش عارف تكسبني، فمش هتعرف تكسبني تاني، قولا واحدا. انا شايف ان لازم علي معلول بقى، خلصنا ماتش بيراميدز، انا شايف ان علي معلول يا جدعان لازم يتأيد باي طريقه من الطرق. انا على فكره كريم الدبيس انا مقتنع بيه جدا وشايفه، هقول كلمة ممكن ناس يعني تشوفها غلط، بس أنا شايفه أحسن من يحيى عطية الله. يعني أنا عندي أمشي يحيى عطية الله وأسيب كريم الدبيس وأرجع معلول في القايمة وأنا كده مرضي. لكن أنا شايف لعيب خامة ممتازة، بس أنا محتاج علي معلول لو برجل واحدة، ألعبه وينج، ألعبه باك، ألعبه ما ألعبه أوقفه جون، أنا عايز علي معلول، لازم يتأيد علي معلول بأي طريقة من الطرق. امبارح كابتن أحمد شوبير أعلن إن أحمد رضا لاعب بتروجيت أهلاوي، لاعب عنده 24 سنة، كان في ناشئين الزمالك، طلع راح بتروجيت، لاعب بيلعب مركز 6 وبيعرف يلعب سيرد باك، لاعب طويل بيعرف يلعب بدماغه. اتفرجت على شوية حاجات ليه كده، كورته حلوة، الموسم ده جاب جون وصنع جون مع انه بيلعب 6. ف لاعب كويس، اتمنى له التوفيق في الاهلي، كنا محتاجينه. يا رب يكون يأدي مستوى. يعني انا بصراحه امبارح شفت مصطفى العش وشفت جردشار، الصفقتين مبشرين بالخير، يعني مبشرين بالخير الاثنين، فاتمنى ان يكون هو يعني مبشر بالخير، ان شاء الله نتفرج عليه ونحكم عليه. امبارح احمد الخضري كان مع ابراهيم فايق هو وكابتن سيد عبد الحفيظ وبيتكلموا، فمتضايق على التحكيم اللي حصل في ماتش بيراميدز ومش عارف ايه، وبيقول لا، فكابتن سيد بيتكلم وبيقول له الحرقه ومش الحرقه، فبيقول له انا معترض على كلمه محروق. تعترض ليه؟ انت فعلا محروقين. ميدو طالع يقول لك الاهلي الدوري قصدي موجه، وانت طالع انتوا بتصيحوا على ايه؟ ما انتوا بلاويكوا كتير ومحدش فينا بيتكلم. انتوا بتصيحوا على، انت مالك؟ هو انت طرف في الماتش اصلا؟ انت مش طرف في الماتش، يعني انت كزملكاوي او كواحد انا بتكلم عن الناس اللي بتتكلم مش الزملكاويه المحترمين، انت انت كواحد في الاعلام، او انت مالك بالاهلي؟ هو كابتن سيد اللي اتفرج على الحلقه او شاف التصريحات، كابتن سيد غسلهم حرفيا. انتوا عارفين كابتن سيد ما بيسميش على حد، غسلهم، ما سابش فيهم حاجه. كابتن سيد عبد الحفيظ غسلهم كلهم، كل اللي اتكلم على الاهلي. بس انت مالك اصلا بالموضوع ده؟ ما انت لو هتتكلم على، يعني هنفترض ان انا اتجاملت، هفترض ده، مع ان كل فرق الدوري بتتجامل وكلها بتتظلم، مع ان انا شايف ان انا امبارح ولا اتجاملت ولا نيله، بس ما علينا، ما علينا، ده في كوره انا لسه ما شفتهاش، بس انا متاكد ان هي ضربه جزاء، لان دي ما اتعادتش، حتى لما اتفرجت على الهايلايتس ما اتعادتش. بس احنا من المدرجات كلنا شايفينها ضربه جزاء. الكره اللي عمر كمال عمل حركه المروحه برجله دي وعدى من علي جبر وبيعمل عرضيه بشماله، وعلي جبر نام في الارض رافع ايديه كده، الكره جت في ايديه وطلعت ركنيه. الكره ديت ولا البنا رجع للفار، واللعيبه اعترضت عليها بس هو ما سمعلهمش. ولما رجعت بتفرج على الملخص لما جيت، الكره ما اتعادتش في الملخص، ما اتعادتش تاني في التلفزيون. فمش عايزين نتكلم عن التحكيم، لان انتوا اكتر فريق بيستفاد من التحكيم اصلا. بتتجامل وما بتعرفش تكسب، يعني انت بتتجامل وما بتعرفش تكسب، بتتجامل وما بتعرفش تاخد بطوله. فدي مش قصتي انا، ما تجيش تقعد تعيط وتصيح، سيبنا منه. الكلام بقى كله طلع امبارح ان اشرف بن شرقي خلص في الاهلي. طب انت تتمنى الصفقه دي؟ اه اتمناها. بن شرقي لاعب جامد جدا، وينج، وانت ما عندكش وينجات، احنا عايزين على الاقل كمان بعد اشرف بن شرقي عايزين وينج تاني على الاقل.
فانت ما عندكش وينجات. اشرف بن شرقي انا بثق في كلام ابراهيم فايق جدا، قال لك بنسبه 99% خلاص، مش 90%، 99%. النهارده طلع كلام ان بن شرقي فسخ عقده خلاص. فيعني بتتكلم ان النهارده بالليل ولا بكره بالكتير هيعلنوا عن صفقه بن شرقي. ضربه تانية، ده قفا تاني بعد امام عاشور، وقفا تاني بعد كهربا. قال لك كان عندي فار بدلته باسد، اديني خدت منك الفار وخدت الاسد. انت فاهم؟ وريني انت هتعمل ايه. فاضل لك زيزو، هاخده منك اخر السنه وتبقى الدنيا في شهر 6 هاخد منك زيزو والموضوع يبقى انتهى. فانت ما تقعدش تصيح، عشان العياط هيبقى كتير اليومين الجايين دول بين قلبي وبين قلبهم والكلام ده. هيبقى في صياح اليومين الجايين، انا بقول لكم هيبقى في صياح، يعني هتسمع صوت الصياح. لو انت فين، لو انت مسافر بره مصر هتسمع صوت صياحهم من هنا. تمام. فاتمنى ان صفقه بن شرقي تكون خلصت فعلا. وفي ديريك كوتيسا، اتمنى ان اللاعب ده يكون خلص. اتفرجت عليه برده، لاعب كويس جدا، بيلعب وينج ليفت او بيلعب وينج ليفت وينج رايت. اتمنى ان هو يكون خلص. آه، الصفقتين دول مهمين جدا، اتمنى ان احنا نخلصهم باي طريقه من الطرق، ننجز. عندنا مطوشه، عندنا مدعكه. عندنا كام ماتش في الدوري؟ 4 مطوشه ووراهم الزمالك الخامس متهيألي اعتقد، يعني هنلعب 4 مطوشه ووراهم الخامس الزمالك. بعد كده هتخش على افريقيا. في شهر، في اخر 2 او في اول 3 هيبقى عندك ماتش في افريقيا. فانت محتاج صفقات، محتاج صفقات عشان تلحق موسم الدوري وتلحق دوري ابطال افريقيا. محتاجين التالتة على التوالي. فمحتاجين صفقات، محتاجين نقوي نفسنا. زي ما احنا شايفين دلوقتي، عندك بيراميدز عنده سكواد في القاره، بكلمك في دوري الابطال عندك بيراميدز عنده سكواد كويس، عندك الترجي بيبني سكواد كويس واحسن من السنه اللي فاتت وبيلعب كوره. الهلال السوداني فريق رخم، مع اني بكسبه وكل حاجه بس فريق رخم. فانا محتاج ان انا العب، وفي صن داونز في البطوله. فلا انا محتاج ان انا اجيب صفقات. انا محتاج ان انا اجيب صفقات، ما عنديش حل تاني. ان انا محتاج ان انا اجيب صفقات. فاضل بن شرقي، وان شاء الله ديريك كوتسيه ده نجيب الاثنين. انا محتاج الاثنين حرفيا، مع احمد رضا والعش والمهاجم الجديد اللي هو بدايه مبشره. وشايفه ان هو يعني بعد كده هنبقى بنتخانق وسام يلعب ولا جاردشيار. هيبقى خناقه بعد كده. فده كله في مصلحه النادي الاهلي، واتمنى مزيد من الصفقات. بس على الاقل دلوقتي خلصوا لنا الاثنين دول، على الاقل خلصوا. وقال لك خلصنا في الصفقات محليه بس في 2 اجانب. اتمنى تخلصوا الاثنين دول باذن الله. وان شاء الله اتمنى التوفيق للاهلي في الماتشات اللي جايه والحاجات اللي جايه كلها. ويا رب لو انت لسه بتتفرج عليها لحد دلوقتي تكون الحلقه عجبتك، وما تنساش اللايك وتنساش الاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس. واشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.